يا كريم انت جيت بالسلامة؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طب بقول لك يا حبيبي، كان في موضوع كده عايز اكلمك فيه. خير، وامورني في ايه؟ خير ان شاء الله. عايز افرح بيك كده يا حبيبي، انت خلاص داخل على ال30 يعني. انت ناوي تتجوز امتى ولا ناوي تفرحني بيك لما امتى؟ ربنا يريد ان شاء الله كده هتجوز، يعني كل واحد بياخد نصيب. ربنا يريد يا حبيبي كل حاجة، بس المفروض بنسعى، يعني اسعى يا عبد وانا معاك. طب ما ايدي على كتفك. ايدك على كتفي، يا ريت تبقى ايدك على كتفي، طب والله العظيم ده انا قدامي عروسة ليك ولا كلمة فيهاش غلطة. دي مين دي ان شاء الله؟ شاهندة بنت عمك عبد الغني. شاهندة؟ مش شاهندة دي بنته؟ دي متجوزة باين يا بابا. لا، ما هي متطلقة بقالها بتاع 4 شهور كده اهو. 4 شهور؟ اه. طب ماشي، اديك بتقول متطلقة، انا هتجوز واحدة متطلقة؟ طب وايه المشكلة يعني؟ هي متطلقة دي فيها معيوبة يعني مثلا؟ وقال لي معيوبة بس متطلقة، يعني ما اكيد اتطلقت ليه؟ ما اكيد عملت حاجة. وليه ما يكونش جوزها هو اللي عمل حاجه ولا طليقها هو اللي عمل حاجه؟ وليه دايما هنرميها على الست؟ اللي انا اعرفه جوزها اصلا ما طلعش راجل كويس وما كانش بيصرف عليها، كانت هي اللي شغاله معتمد على وظيفتها. ابوها نفسه كان بيصرف عليه. يبقى ايه العيب فيها ولا فيه؟ طب ما انا ايه اللي هيخليني اروح اتجوز واحدة متطلقة بقى؟ ما انا هتجوز واحدة بنت عادي، في ايه يابا؟ لا لا يا ابني، هي ايه الفرق يعني؟ انا عايز، هي ايه الفرق بينها وبين البنت العاديه اللي انت بتقول عليها؟ ماشي يابا، ده اكيد، ما اكيد دماغها فيها حاجة انها مثلا اتطلقت، ده ما اتجوزتش بقالها يجي سنة ونص. يا ابني بقول لك متطلقه بقى لها 4 شهور، 4 شهور يا اي انا حبيبي. قصدي متجوزه ما بقالهاش سنه ونص، اتطلقت. متجوزه ما كملتش سنه ونص يا طيب ابني، خلاص فين؟ ما حصلش نصيب يا ابني ما بينهم. خلاص. ليه دايما نرميها؟ جوزها هو اللي كان سيء. ماشي، هو سيء ولا مش سيء؟ بس انا لسه ما دخلتش دنيا، يعني يوم ما اجي اتجوز واحده متطلقه. انت ليه يا ابني باصص لها ان هي وصمه عار على نفسها وعلى اهلها؟ في ايه يعني متطلقه؟ متطلقه. ايه المشكله يعني؟ المشكله في ايه؟ انا فهمني، قول لي مشكلتك في ايه بالنسبه اللي هي متطلقه. واحده اتجوزت واحد طلع مش كويس، طلع سيء الاخلاق، طلع ما بيصرفش، طلع مش ملتزم، طلع مش قادر يشيل اسره. اتطلقت منه عشان تشوف حياتها. هي كده غلطت؟ بل بالعكس، دي هي كده صح، وهو جوزها اللي ما كانش يستاهلها. هو انت ليه عمال تحملها هي، ولا اكنك متاكد ان جوزها هو اللي غلطان؟ طب ما ممكن هي اللي تكون غلطان. لا يا حبيبي، عشان انا كنت حاضر المشاكل وحاضر الظروف، وقعدت مع الواد كذا مره وحبينا نصلح منه، والواد مش عايز يتصلح. ماشي يابا، انا معاك، اللي انت بص اللي انت بتقوله ده كله صح. طب وكلام الناس بقى هنعمل فيه ايه؟ ده يا ابني اللي انا كنت عامل حسابه. كلام الناس ده لا بيقدم ولا بيأخر يا حبيبي. لو اتبعنا كلام الناس مش هنطلع اصلا من البيوت. اسمع اللي بقول لك عليه، احنا مش هنخسر حاجه. هنروح يابا، تلبس لبس نضيف كده كويس، وهو كده كده الراجل يعتبر هو اللي مربيك عمك عبد الغني دوت. احنا مش تايهين عنه ولا احنا غربة عنه. هنروح نقعد معاه قعده وشوف، واتكلموا مع بعض واحنا قاعدين يا ابني، شوف الدماغات. واسمع مني، انا مش هضلك. انا لو شايف فيها حاجه ولا شايف فيها غلطه، انا مش هاجي اعرض عليك. ده انت ابني، انت مش حد غريب. سامعني ولا مش سامعني؟ سامعك سامع. انا مش عارف انت بتهز لي دماغك خلاص والله ماشي، هاجي معاك ونقعد عادي، مش هنخسر حاجه والله. لو الموضوع فيه الخير ربنا ان شاء الله يوفق بس انا الدنيا. هقوم اعمل تليفون كده، وان شاء الله اللي فيه خير يعمله ربنا. باذن الله. والله يا بابا برافو عليك، عجبني كلامك قوي. يا نور، توقفي لي كده حبيبتي. بصراحه بقى يعني انا كنت بسمعك انت وكريم. طب وانا مش قايل كذا مره ما يبقى في حد بيتكلم ما نتصنتش عليه ولا نشوفه بيقول ايه؟ لا والله بقى انا كنتش بتصنت، انا كنت معديه عادي يعني وسمعت الكلام، بس عجبني قوي. ايه اللي عجبك بقى ان شاء الله؟ اللي انت يابا يعني بتقوله ان هو كان هيتجوز يعني شاهينات دي، يعني اللي هي جارتنا دي. وهو لما قال انت لك ايه رايك في الفكره نفسها؟ وايه رايك في البنت دي؟ انت مش مش اختها اصلا، صاحبتك؟ ايوه بقى عجباني قوي بصراحه، وعجبني كلامك ان انت يعني بتدعينا عشان هي مطلقه، مش زي كلام الناس يعني وبيأثر عليها وكده. بالظبط يا بنت. انا عايزك بقى كده زي الشاطره برضو تخشي تتكلمي مع اخوك. احنا مش عايزين نقنعه بيها، لا احنا عايزين نقنعه ان المبدأ اللي هو بيفكر فيه ده اصلا غلط. انما احنا نروح نقعد معاهم، وبعد كده نشوف الدماغات هتمشي مع الدماغات، التفكير نفس التفكير كده، بعد كده نتكلم في الاساسيات. بصراحه يابا زي ما اخترت يعني، هي محترمه جدا. ربنا يتمم اللي فيه الخير، وربنا يجعلها من نصيب اخوك. انا شايفه البنت دي ما تتسابش بصراحه، وبنت والله العظيم ونعم الادب ونعم الاخلاق. ان شاء الله. خشي اتكلمي مع اخوك. حاضر. ايه يا كريم مالك شايل الهم اللي كده؟ ليه حاطط ايدك على خدك؟ يا نور، في يا نور مفيش حاجه بس. مفيش حاجه بس ازاي يعني؟ لا اكيد في، انت قاعد بص شايل الهم ازاي؟ والله يا نور، ابوك عايز يورطني في موضوع كده، وانا عمال اخده. بصي انا عمال اتهود معاه وخلاص، بس انا مش عارف اعمل ايه. يورطك ليه يا كريم يعني؟ هي مش مصيبه يعني. اصل بصراحه انا سمعت الكلام اللي انتوا كنتوا عمالين تقولوه. انت كنت واقف وابوك بيتكلم معاه في الموضوع اللي هو عايز يجوزنا واحده مطلقه ده؟ هي فاق يعني يا كريم مطلق يعني؟ انت ليه عامل عيب عليها؟ يا بنت انتوا مش فاهمين الموضوع عامل ازاي. يعني انا دلوقتي انا لسه اول مره اخش دنيا راح اتجوز واحده مطلقه. انت تعملي زي ابوك برضه، بتقول لي ايه المشكله وما فيهاش حاجه. انا بصراحه يا كريم يعني مش جاي اقنعك ان انت تتجوز او كده، لان في الاول وفي الاخر دي حياتك. انا جاي اقول لك يا كريم الحاجه اللي انا شفتها من بيت الناس ديت، وكده كده يعني اختها صاحبتي، وانا مش هضلك يعني يا كريم. بصراحه انا شفته في بيت الناس ديت ان جوزها هو اللي كان دماغه صغيره، اللي هو طلقها يعني دلوقتي دوت. ايوه. كان دايما يا كريم بيكلم بنات ويقول لها دول صحابه زي اخواتي معايا في الشغل.
ودايما في كل المشاكل يدخل امه ويدخل اخواته ويدخل صحابه، وده ما كانش ينفع يعني. وكان ياخد فلوس من شنطتها يقول لها اصل انا نازل على القهوه. طب ما هو شغال وما بيصرفش خالص، بيقول لها اصرف انت. كانت يا كريم بتيجي كده من بيت ابوها عشان تاخد التومين وتاخد الحاجه اللي امها كانت بتجيبها وتروح تحطها له في البيت عشان ما بيرضاش يسمع. معقول يا نور دي كل دي حاجات انت عارفاها عنها؟ ايوه والله يا كريم، كل اللي انا شفته دوت كنت شايفاه بعيني، ببقى قاعده بذاكر مع اختها شايفه كل حاجه. ده كمان في حاجات اكتر من كده بس مش هينفع اقول لها بقى عشان ده اسرار البيوت. بص والله يا نور، انا هصلي ركعتين استخاره واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ربنا يتمم لك على خير يا كريم. يا كريم يابا. يا كريم أيوة. يا ابني انا اتصلت بابوها. طب اصبر البس طيب. يا عم يلا بلا تلبس يلا. ربنا يتمم لك يا اخويا على خير. ما تمشي يا ابني شويه، انت عمال تمشي خطوه وترجع خطوتين ليه؟ انت خايف من ايه يا حبيبي؟ خايف من ايه؟ بقول لك اصبر اغير، هنروح للناس باللبس اللي قاعدين بيه يا في عم البيت. نغير ايه؟ خير البر عاجل يلا. بر عاجل. مش عارف انت مستعجل ليه؟ يا عم مش مستعجل يلا يا عم. ربنا يوفقك يا بابا انت وكريم ويتمم لكم على خير. يا ماما ابوك خد كلام كده وراحوا فين؟ راح يا بودة يتقدموا لشاهين. شاهين ده مين؟ بنت عم عبد الغني يا بودة اللي على شارعنا دوت. ايه ده يا بنت، مش دي متجوزه؟ متجوزه ايه يا بودة؟ ده مطلقه بقالها 4 شهور. اخيرا بقى يا نور هنفرح. ربنا أيوة يا يتمم لهم على خير. قول بس ان هي تعجب كريم كده عشان هو اصلا كان رايح رافض الموضوع خالص. يا رب يا نور، يا رب يجوا بالسلامه ان شاء الله يا بودة. والله انا عايز اقول لك احنا كنا ظالمين الناس دي واخدين عنهم فكره مش كويسه. ما تقولش ظالمين، انت اللي كنت ظالم، انا مش ظالم. انا الناس دي عارفها من القديم الازل، وعارف ان هم ناس كويسين وناس محترمين وبنتهم ما فيهاش ولا غلطه. والله العظيم هي فعلا زي ما انت بتقول كده ما فيهاش ولا غلطه، وبنت محترمه قوي وهاديه قوي. انت لسه كمان يا حبيبي، دي انت لسه دي اول قعده. ايوه لسه طبعا انت فتره الخطوبه بقى هي اللي هتحدد بقى. بالظبط. وانت حبيبي برضه لو في حاجه مش على هواك قول لي، مفيش اي مشكله. صح. احنا كده كده حبايب في الاول وفي الاخر، ودي عندك ودي عندي. انا ما بجبركش على حاجه عشان انت اللي هتبقى صاحب الرومه وانت اللي متعلق من عرقوبك. صح. سامعني ولا بسوق؟ ومش عايزك بعد كده يا كريم تحكم على الكتاب من غلافه. اقرا اللي جوه الكتاب وبعد كده احكم عليه حبيبي. والله سامعني ولا عندك مش حق في سامعني؟ كل كلمه قلتها. ده انت ضنايا لازم اخاف عليك اكتر من نفسي. الله يخليك يا رب، ربنا يبارك لي فيك.